مبسوط. يعني حاسس الحلقة دي كانت مهمة ان احنا نقولها او نتكلم في الموضوع ده يعني. بس حاسس احنا الكلام معظمه كليشيهات كده، بس هي مهمة. هي طبعا مهمة. هي انا مش هقول ان هي كليشيه، عشان ايه يعني انا بحب ان ابقى محايد موضوعي. ان انا عارف ان ده وحش، فخلاص بقى انا مش هقول عليه حلو وخلاص. يعني الاسعار غالية فمش هقول لنفسي بس عادي انا اروح اشتري برضو. لا، ما هي مش بالظبط. لا، انا بعترف دلوقتي الاسعار غالية، فانا كده انا موضوعي. بس خلاص بقى انا مش هقف في الحته ان الاسعار غاليه واقعد اقول يا لهوي ده الرز غالي والسكر غالي والدقيق غالي. ما انا هفضل واقف بقى. يلا بقى نعد كل المنتجات والخدمات وكل حاجه موجوده في الحياه واقول ان هي غاليه. فاحنا كلامنا في الموضوع هنا مش ان احنا بنقول لا يا جماعه بصوا ده الدنيا زي الفل انتوا بتقولوا ايه. احنا مش الفكره هنا مش ان احنا مش كلام وخلاص، مش كلام كليشيه. بس هو احنا طالما كلنا انا وانت بنتكلم دلوقتي والناس هتبقى بتسمعنا، احنا كلنا قاعدين والدنيا تمام وعندنا وقت ان احنا بنسمع فيه البودكاست. وانتوا واللي داخل يسمع البودكاست دلوقتي هو بيسمعه عشان عنده وقت مثلا عايز يستفيد بحاجة، حابب يدخل يسمع حاجة مختلفة. we are all good الحمد لله. فدلوقتي احنا يعني انت ناسي بقى كل حاجة تانية. فانت لما بتبقى في الحتة دي مزنوق بتتكلم في الكلام ده. واحنا يعني احنا برضو بيحصل لنا نفس الموقف اكيد، ان احنا بنقعد نتكلم في قعدة اللي هي الاسعار وكده. هي دي بقى المفروض ما تبقاش ستوبر، انا مش هخبط فيها وهفضل واقف. لا، هي كده كده موجودة وكده كده حتة سودة، بس خلاص يعني ما هعمل لها ايه. هي كده كده سودة. يعني انا لما هقعد اقول ده الدنيا بايظة هي كده بقت كويسة، ما هي بقتش كويسة. ايوه، ازاي تتعامل معاها بقى، ازاي تخرج من عنق الزجاجة ده وتعرف تعيش. فكلامنا ده مش كليشيه، عشان انا من غير كلامنا ده حتى النفسي انا لما بتكلم معاك دلوقتي عن الموضوع وازاي ان انا اقول حاجات تقدر تخليني انا من جوه مستقر نفسيا ان انا اتعامل مع الموقف ده، هي دي اللي هتخليني امشي. ما هي دي من ضمن صح المراحل احنا بنفكر نفسنا برضه يعني. والحاجات اللي احنا قلناها دي يعني بنحاول نطبقها على قد ما نقدر، مش 100% بالزبط. بس احنا شغالين فيها وهي فعلا اللي تعتبر عشان كده انا بقول لك احنا محتاجين كمان ان الناس اللي حوالينا تبقى بتفكرنا واحنا بنفكر الناس اللي حوالينا. لان انا لو في يوم خبطت ووقفت مكاني الدنيا هتبوظ. ما ينفعش اخبط واقف مكاني، محدش هيستنى اصلا، الدنيا مش هتقف عادي يعني، ده كده كده ماشي. فانا محتاج اللي يفكرني. دينا بنفكر الناس، والناس ان شاء الله كل واحد يفكر، يعني كل واحد يفكر الدائرة بتاعته، وهكذا نبدأ موفمنت نحو الأمل. بالظبط، على بركة الله. أهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبة تفكر بصوت عالي، صحبة تشاركك الطريق عشان صحبة تفرق. عايزين نتكلم بقى شوية أستاذ خالد عن الأمل، لأن الفترة الحالية بالظروف اللي البلاد بتمر بيها، سواء بقى في مصر، في فلسطين، في أحداث كتيرة حوالين العالم، في العالم فعلا بتدفع الناس لأن هم يحسوا إن الدنيا فجأة ضلمت وعمالة بتضلم أكتر كل ما الوقت بيعدي. وبقى في الشغل وفي التجمعات أيا كانت فين، بتلاقي معظم الناس اللي حواليك بيتكلموا إن مفيش أمل، إن الدنيا سيئة، إن إحنا رايحين في داهية. دي النغمة اللي ماشية اليومين دول. صح، كله بيتكلم بشكل سلبي جدا. هو مش بشكل سلبي على قد ما الناس ممكن تبقى يعني they are venting out. انا متضايق، انا مضغوط جدا، والناس كلها فعلا مضغوطة. فهو بقى ايه، بيقول كل اللي في نفسه من غير ما يشوف هو اثره ايه على الشخص اللي قدامه. والفكرة ان الشخص اللي قدامه اللي هو بيتكلم معاه هو بيرد عليه بنفس اللحن. هو احنا ماشيين كلنا بيكملوا مع بعض. بالظبط. فاحنا كلنا بقى ماشيين في نفس الطريق الى الهوية من فقدان الامل. طب هل في امل؟ طبعا في امل يعني. اثبت. هو مش لازم يبقى في اثبات ان الدنيا
هتبقى احسن يعني. يعني انا ما اعرفش ايه قدام ممكن يحصل. انا مش هقول لك تعالى نتكلم مثلا، ناخد مثال ان ايه اكتر حاجه دلوقتي مأثره على عاميه الناس هنا. الدولار. بالظبط، الاسعار، دولار عالي، الاسعار. وفعلا الاسعار يعني بقى انا هقول ان هي مبالغ فيها، يعني مش الاسعار دوبل وان احنا نقدر نشتري كل حاجه، ومش الناس كلها قادره دلوقتي ان هي تجيب لحوم عشان الاساسيات اصلا بتاعت الاكل، الزيت والسكر والكلام ده. كل ده هو فعلا غالي، يعني مش حاجه رخيصه خالص. ف لو بصينا كده على مر التاريخ، هي دي مش أول مرة أسعار الحاجة تعلى، بغض النظر عن هو ده حصل ليه، وهل في أي مؤشرات إن الحاجة دي ممكن سعرها يتحسن تاني ولا لأ. عادي ممكن ممكن تغلى تاني، عادي، هنعمل إيه يعني، هتغلى، هي أكيد هتغلى تاني. بالظبط. فهل على مر التاريخ ما حصلش حاجة زي كده؟ أكيد حصل. ممكن حصل يبقى طبعا. ممكن مش شرط الموضوع يبقى بس أسعار، ممكن الحاجة أصلا ما كانش فيها وفرة. يعني هي دلوقتي ممكن تبقى في حاجات كتيرة موجودة بس غالية. ممكن على مر التاريخ كانت الحاجة رخيصة مثلا بس هي مش موجودة أصلا. يعني لو موجودة هتبقى رخيصة بس هي ما كانتش موجودة. عادي ممكن تحصل. فعادي الناس برضو، الناس عاشت بدليل ان احنا موجودين النهاردة. الناس لو كانت ماتت كلها كناش احنا هنبقى موجودين النهاردة. فلا، هو 100% في أمل. هي الفكرة ان احنا ازاي نتعامل مع الوضع الحالي، يعني ان انا ادي لنفسي ازاي البوش ان انا افضل ماشي. يعني في حاجات كتير بقى. انا كده عندي ثقة في ربنا ان احنا مش لوحدنا، بس دي كفاية. هي الفكرة ان انا كل ما الاقي نفسي بخبط في الحيطة انا مش هبص حواليا. لا، انا مش لوحدي، انا مش موجود انا لوحدي، يعني ان انا مش هغرق. مش لوحدك، اللي هو معاك ربنا يعني قصدك؟ معايا ربنا فعلا، معانا كلنا ربنا الحمد لله. طبعا. يعني هي الكلام في الحتة دي اسهل بكتير من الاحساس او من اليقين او من الايمان فعلا بيها. وده كان في نقاش ما بيني وما بين حد في الشغل قبل كده من قريب يعني. فكانت الفكرة اللي بنتكلم فيها هي في كتاب حلو قوي اسمه التنوير في إسقاط التدبير بتاع ابن عطاء الله السكندري. معلش يعني ايه، تحسها حاجة قديمة، هو قديم فعلا. بيحكي قصة ظريفة قوي كده. بيقول لك ايه، انت في قبل ما تتولد اصلا كنت في بطن امك، كان بيجي لك الغذاء وكل حاجة لحد عندك وانت ما بتعرفش تفكر وما بتعرفش تحسب وما بتعرفش اي حاجة. تمام؟ ده حاجتك بتجيلك، رزقك بيجيلك لغاية عندك. وبعدين بتتولد، فربنا يسخر ليك ناس يرعوك ويبقى كل همهم في الدنيا ان هم ياخدوا بالهم منك، وانت برضو ستيل مخك مش شغال. اوكي، بقينا بنكبر وكناش بنعرف نمشي، وبقينا بنعرف نمشي، ما كناش بنعرف ناكل، بقينا بنعرف ناكل، وهكذا الطفرات اللي بتحصل لنا في اول 2-3 من حياتنا. وبعدين بيكبر الانسان ويبدا مخه يشتغل ويبدا يفكر ويبدا يعمل ايه بقى، يبدا يحسب. ما هو خلاص اتعلم يحسب بقى بالورقه والقلم. فيبدا دلوقتي يحسبها، فيقول لا ده الدولار بكام وانا بقبض كام ومعايا كام، وبالتالي مش هنقدر ان احنا نعيش. لا، ده يبدأ يشوف بقى الضلمة اللي هو ما كانش شايفها زمان. هو لو كان بيحسب وهو صغير، طب ده كائن لا بيعرف ياكل ولا؟ ده عشان بحب المؤثرات الصوتية تبقى في الحلقة. احنا كل حلقة لازم ننسى نعمل حاجة ميوت. خلاص تمام ان شاء الله، تمام يعني. تمام. لو جه الانسان وهو صغير، او انت جيت تمسك له ورقة وقلم كده وتحسبها له، وتشوف الطفل اللي لسه مولود ده فرصه ان هو يكمل في الحياة قد ايه. هو لا بيعرف ياكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يعمل اي حاجة. هو غالبا بنسبة 99% هيموت، يعني لو حسبناها بالورقة والقلم يعني. هو لو بيعرف يحسب هتلاقي ان هو عادي بيكمل وبيعيش وربنا بيكرمه وكده. فلما بنيجي دلوقتي بقى احنا كبار نفكر في الموضوع ونبدأ نحسبها احنا بالورقة والقلم، بحس ان اللي المفروض علينا نعمله، او يعني الحاجة اللي تخرجنا من المأزق ده زي ما انت بتقول كده، هو ان انت عارف انك انت مش لوحدك ومعاك ربنا. بس ايه بقى، انسى بقى انك بتعرف تحسب، وارمي حساباتك دي كلها على جنب، وعيش عادي زي ما كنت عايش وانت طفل، وهو ربنا هيكتب لك كل الحاجات.
احنا ياما سمعنا المثل ده الناس بتقوله كده، ممكن حتى من كتر ما هم بيقولوه فما بقوش يحسوا بقد ايه هو ليه معنى، اللي هو ما بتتحسبش. أو الناس بتقولها كده عادي، احنا بنسمعها يا عمي ما بتتحسبش، هي بتتقال كده يعني نفس الطريقه اللي انا قلتها، بس هي فعلا هي ما بتتحسبش. انا حساباتي غلط، انا مش عارف ايه اللي هيحصل، هي كده كده حساباتي غلط، بس يعني احنا بنجتهد، بس هو حساباتي انا لا، هي ملهاش قيمه، ما هي ماشيه وهتفضل ماشيه. يعني في جنبين كمان كلامك برضو بيفكرني بيهم. احنا خلاص اتكلمنا ايه في الجنب بتاع الايمان واليقين بالله، وده كافي في حد ذاته، اللي يقدر ان هو يوصل للمرحله دي هيكتفي بيها. في حاجتين يساعدوك انك انت توصل للمرحله دي. الحاجه الاولانيه زي ما انت قلت، انك بتحط الحاجه في منظور مختلف، انت ما بتبصلهاش من اللي انا شايفه النهارده دولار ب50 ب70 ب200 مش عارف ايه، انت بتشوف اللي بيحصل لك دلوقتي، لكن ما بتشوفش زمان كان بيحصل ايه او تطورات الحاجه كانت عامله ازاي. يعني مثلا اللي داخل يتجوز دلوقتي وبيجهز شقته بتاعي، يشوف الاجهزه بكام والذهب بكام ومش عارف ايه. طب واللي كان بيتجوز من 10 سنين كان بيشوف نفس الحاجات بس باختلاف اسعار طبعا، بس برضو ساعتها هو كان بيشوف ان هي غاليه، صح. لا بس هو دلوقتي عشان برضو احنا الكلام يعني احنا ممكن نكون بنتكلم من برسبكتيف مختلف. لا الحاجه دلوقتي فعلا اصعب، يعني انا شايف ان هي اصعب اكيد طبعا. مش مختلفين خالص، هي اكيد اصعب، بس اقصد ان هو يعني هي دايما ما كانتش عمرها سهله يعني. لا عمرها ما كانت بتزداد صعوبه، بس هي عمرها ما كانت سهله. ولما ترجع اكتر بالزمن، مثلا لما افتكر انا والدي ووالدتي هما مثلا بيتجوزوا، يعني انا عارف ان هو والدي كان مستلف ثمن الشبكه من حماه اساسا، ماشي. اصلا ثمن الشبكه ده كان كام يعني مش فاكر، يا اما 800 جنيه يا اما 80 جنيه حاجه كده يعني، مش فاكر بالظبط الرقم يعني، بس رقم بالنسبه لنا النهارده رقم عبيط جدا، بس هو ما كانش معايا برضو وكان سلفه. فطول الوقت الدنيا عماله بتغلى من ايام. هو برضو بيحكي لي عشان موضوع الغلا ده يعني بنتكلم فيه كتير، فهو برضو بيحكي لي يقول لي مثلا ايه، ده كان زمان في مظاهرات بتطلع تقول سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه. انا مش عارف مين سيد بيه ده بالظبط، فكيلو كان بجنيه، النهارده كيلو مثلا ب 450 جنيه ولا ما اعرفش بكام. ففي طبعا ايوه كان في مظاهرات برضو على ايام السادات كان بيقول لك كيلو اللحمه ب60 قرش، اللي هو دي غاليه بالظبط. فطول الوقت فكره الغلا دي مستمر ماشيه معانا، وحوالين العالم كله هي ماشيه معانا في كل حته في العالم. طبعا تختلف التسارع، يعني دلوقتي الحاجه كانت بتغلى مثلا كل سنه مره، دلوقتي الحاجه بتغلى كل يوم، فالتسارع بتاعها مختلف. بس فكره انك انت تبص برضو من منظور تاني، انه هي لا طول عمرها كده. والفكره الثالثه والاخيره اللي هتكلم فيها بعد كده هسيب لك مساحه تعلق، هي فكره انك انت بقى تبص على اللي معاك مش على اللي مش معاك، لان ماشي كل حاجه بتغلى وهكذا، بس تعالى نفكر في الانسان المتوسط النهارده عايش عامل ازاي، وكان من 40 سنه كان عايش عامل ازاي. يعني دلوقتي انت مثلا عايز تروح مكان، انت بتنزل بتلاقي مواصلات توديك، صح. مش لازم تكون المواصلات دي مريحه، ومش لازم تكون تركب عربيه بتكييف ولا اي حاجه، بس انت عارف ان في مواصله هتوصلك المكان ده. على ايام برضو ابويا كان عشان يروح، هو كان في قريه في القليوبيه في بنها مثلا، هو قريه جنب بنها، عايز يروح القاهره للمكان اللي بيشتغل فيه، هو في عربيه واحده بس اللي بتوصله، مش مريحه وزحمه جدا، هي عربيه اتوبيس واحد مثلا بيجي الساعه 5 ولا مش فاكر الساعه كام، هو يلحقوا ما يلحقوش خلاص مش هيروح القاهره النهارده، الموضوع انتهى. خلي بالك ده برضو، يعني انا لما بقعد اشوف قصص اللي هي بره المدينه، بره القاهره، يعني في حاجات كده عشان لغايه النهارده هي في ناس لسه عايشه بنفس المعطيات دي، اللي هو مش موجود بالنسبه له حتى وسائل المواصلات اللي هي زي، يعني انا لو انا دلوقتي عايز اتحرك من هنا، عايز اروح اي حته، منتهى السهوله عندي مش اوبشن، عندي اوبشنز. في اتوبيس، في ميكروباص، في ميني باص، في اوبر عربيه، في اوبر سكوتر. طب لو اوبر غالي عندي ديدي وعندي صح. ففي ناس لسه عايشه بالحته دي، وما شاء الله يعني في ناس منهم ايه ده انت ازاي جميل كده يا عم، ناس راضيين الحمد لله. صح طبعا. يعني لو هناخد نفس المثال بالظبط، نفس القريه هي هتلاقي ان لا النهارده في 40,000 عربيه بتوديك القاهره، يعني في نفس المكان. مش بقول ان الناس لازم تبقى يعني ان انت كده عايش احسن عيشه ممكنه،
بس ان اللي انت عايشه النهارده مقارنه باللي كان والدك او جدك او ايا كان مين اللي عايشه وقتها، حتى لو كان غني على فكره، يعني ماشي انت غني زي ما انت عايز، بس انت مفيش عربيه هتوصلك غير هي عربيه واحده. هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. يعني ممكن تشتري انت بقى عربيه، طبعا على ساعتها ما كانش فيها حتى الاوبشن ده. ف اللي معاك النهارده، اللي بيسمع الحلقه دي بيسمعها منين؟ من موبايل، كمبيوتر، عندك جهاز ما ذكي متوصل بالانترنت بتسمع من عليه. ده اصلا اوبشن يعني في حد ذاته. انت ممكن تقعد تفصص فيه 40,000 حلقة، نقعد نتكلم في مزايا حاجة زي كده، وازاي انها فتح لك ابواب وفتح لك انك انت تشوف العالم كله والكلام ده. ففكرة انك انت برضو تشوف ايه اللي معايا النهاردة، ايه المميزات اللي عندي، ايه النعم اللي ربنا مديها لي، وعمرك ما هتعرف تحصي هذه النعم. انت اتليست بتعرف تسمع، طالما شغال معانا في البودكاست هنا بتعرف تسمع على الاقل. وبالتالي طب تعالى نفكر بقى في النعمة دي ممكن تفتح لك كام باب وهكذا. فده يساعدك شوية انك بدل ما تبقى شايف الضلمة تشوف النور يعني. صح. بس بتحتاج تركيز وانك تجبر عقلك ان هو يشوفها. وخلي بالك يعني انا فاكر احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة قبل كده، حتى انت اللي كنت معرفني على الموضوع ده، وهو امتنان. انت كنت في فترة انت كنت بتعمل حاجة اسمها 100 يوم امتنان على فيسبوك، وبعدين اتكلمنا فيها في الشغل. انا لغايه النهارده يعني الحمد لله مستمر فيها. بحاول ان انا على قد ما اقدر، يعني ما بعرف حاجه كويسه بعرف بيها الناس برضو، وهي قد ايه بتبقى مفيده وبتفرق. هو امتنان ده عباره عن ايه؟ ان انا اشوف انا ايه نعم في حياتي او حاجات بسيطه جدا انا ممتن لربنا على وجودها. حتى من فتره احنا كنا بنتكلم، انا فاكر خدنا مثال بسيط جدا، المطاط. ما أهمية وجود المطاط في حياتنا؟ بعدين قعدت أبص لقيت إن أنا لابس مثلا التيشيرت ده آخره فيه أستك، الأستك ده معمول من المطاط. واقف على لابس جزمة، الجزمة دي معمولة من المطاط. راكب عربية مريحة عشان الكرسي اللي أنا قاعد عليه فيه أجزاء منه من المطاط، وهي ماشية في الطريق كاوتش نفسه مطاط. فإحنا حاجة إحنا واخدينها كده for granted، إحنا عمرنا ما بنفكر فيها، ومع ان هي حاجة بسيطة جدا جدا جدا، بس وجودها في حياتنا مهم جدا. يعني تخيل كده الحياة بدون مطاط، تخيل كاوتش العربية خشب العربية تمشي في شوارع مصر حاجة هنتروق يعني. ده على كل حاجة بقى. انا لبست النهاردة الحمد لله، لبست لبس كويس، نعمة من عند ربنا. قمت لبست على طول، يعني ما كانش فيه حيرة اللي هو أنا هلبس ايه. على كل حاجة بقى. بنشرب دلوقتي حاجة سخنة، دي الحمد لله هي موجودة. فدي هي دي اللي بتفرق قوي بقى، اللي هو ان انا back on track، عمال اشيل نفسي من كل مخرج لطريق على جنب وارجع نفسي للتراك. حتى برضو في حاجة تانية يعني حبيت افكرك بيها. من فترة احنا كنا بنسمع حاجة كده مع بعض، فسيدنا ابراهيم لما ساب السيدة هاجر في وسط الصحراء، احنا دايما بنقعد نقول كالنهاردة بقى على مستوى الثقافة اللي احنا عايشين فيها النهاردة، خد بالأسباب وتمام واجتهد ومش عارف. سيدنا إبراهيم ساب السيدة هاجر في وسط الصحراء بابنه، وابنه كان رضيع ساعتها. ففي وسط الصحراء مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة خالص. أسباب إيه يعني؟ إحنا لو الموبايل فصل شحن واحنا في مكان احنا ما نعرفوش، الموبايل بس فصل شحن، هيا لهوي انا اتسوحت. طب ده انا هركب ايه؟ انا ما اعرفش الاتوبيسات هنا بتروح فين، ما اعرفش الميكروباصات هنا هتروح فين، محتاج اسال. طب اوقف تاكسي، لا الفلوس اللي معايا مش هتكفي. كل ده عشان موبايل فصل شحن، هو ولا اي حاجه يعني. الحياه انت لسه موجود وحواليك لسه ناس وانت في مكان عامر وكل حاجه، ده والموبايل بس عشان فصل شحن. فتخيل بقى ده هنا لما مفيش موبايل، مفيش بيت، في مكان غريب في وسط الصحراء، مفيش ميه، مفيش حد اكل، مفيش حد، مفيش اي حاجه. هو مفيش عامه مفيش بس مفيش غير ربنا. فمنه فين الاسباب هنا اللي احنا بناخدها؟ تخيل بقى، رجع نفسك بقى، حط نفسك انت في السيناريو ده. احنا مش هنقدر اصلا ان احنا
نتخيله. يعني انا لو هقول انا في الصحراء مع حد من اهلي وقال لي بص انا هسيبك بس هروح اجيب حاجه واجي لك تاني، خليك هنا ما تتحركش، اقول له استنى بس تروح فين؟ انا جاي معاك. فهنا ازاي يعني مستوى بقى اليقين ان الدنيا فيها امل، حاجه مختلفه تماما يعني وهنا كمان في الموقف ده بالتحديد، هي لما يعني السيدة هاجر سألته قالت له الله أمرك بهذا، يعني هو أنت مين؟ أنت ليه هتسيبنا هنا؟ ربنا قال لك كده. فقال لها فقالت له خلاص إذن لن يضيعنا. خلصت بالظبط. العملية خلاص، الموضوع منتهي. الموضوع سهل جدا يعني منتهى السهولة. فمش محتاجين نفكر إزاي يعني. محتاجين ان احنا بقى احنا نعمل كده مع بعض. يعني مش مجرد ان انا لو انا عندي الثقة دي ان الدنيا بخير ربنا موجود فمش خلاص بقى انا تمام، الناس اللي حواليا يعني انتوا المفروض يبقى عندكم نفس الثقة. لا، هي مش بسهولة كده، الموضوع فعلا صعب. فاحنا ازاي نزق بقى بعض للموضوع ده؟ يعني احنا في البيت لما مثلا بنيجي نتكلم عن الاسعار او الغلاء او كده، فعادة الموضوع ده بيحصل وقت الاكل. لما بنتجمع مع بعض تعرف الفرخة دي بكام اللي انت بتاكلها؟ بالظبط كده. فبقول له خلاص يعني هي كده كده احنا جبناها النهارده، الحمد لله ان احنا جبناها النهارده، هناكلها. بكره هنجيبها الله اعلم، عادي، ما ناكل فول صباح الفل عادي. يعني الفول جميل وفيه بروتين وكله كويس. الفول غالي، طب خلاص مش لازم ناكل فول، ناكل اندومي. يعني امثله يعني مش شرط ان هي تبقى حقيقيه، بس قصدي ان الموضوع لما احنا بنتكلم عن الفكره، لا خلاص احنا مش هندي لبعض الحته اللي هي السلبيه دي، لان لو كل واحد طلع الحته السلبيه اللي جواه كلنا هنقعد بقى متضايقين، ما حدش فينا قادر اصلا ان هو يعمل اي حاجه، كله مضغوط، كله بيجري وقاعدين بنجري برضه. فامتى هعمل بوز؟ لازم اعمل بوز كل شويه، ابص انا بجري رايح فين، لازم اشوف وجهتي، اغير البوصله. شيء تاني كمان ممكن ان هو يساعدنا انه في كل هذه الظروف السيئة، او يعني اللي هنسميها يعني سيئة مجازا، ما زال في ناس في الوقت ده بتكبر، وما زال في ناس في الوقت ده بتنتج، وما زال في ناس في الوقت ده بتعمل مشاريع وبتكسب، وما زال في ناس في الوقت ده بتزيد ثراء مثلا او كده. مش بتكلم على ناس في طرق غير شرعية، كله عادي بطريق منطقي، بطريق يعني اللي هو خير وكل حاجة. تعالى اتفرج على يعني بقالي فترة بتفرج على شارك تانك، فكل شوية اجيب سيرته. بس مثلا كام حد بيعمل مشاريع وعمال يكسب ويعلى، وعدى بالكوفيد واستمر، وعدى بكذا واستمر، كل ده واحنا في كل الظروف دي. فالنظرة بتاعتنا بس مش ان انا شايف اللي في ايدي النهاردة واللي تحت رجلي النهاردة واقعد احسب ورقة والقلم واقول مش هتجيب. طيب ما تيجي ندور على الفرص اللي جوه المحن دي. وده كلام يعني سهل ان هو يتقال انشا برضو، بس حقيقة في ناس حواليك على الاقل اما كنتش هتعمل زيهم، على الاقل انت عارف انه في امل. بس برضو خليني اقول لك على حاجة في الموضوع ده، يعني ممكن يبقى بعيد عن الامل شوية، بس يعني عشان لقيت مؤخرا يعني بسبب ان يعني عشان موسم دلوقتي شارك تانكس شغال وكده، فالناس كلها بقت مزقوقة ناحية اللي هو انت لازم يبقى عندك مشروعك، انت لازم تبقى رائد اعمال، صاحب شركات. مش لازم خالص. هي عمرها ما كانت كده ولا عمرها هتبقى كده. طب لو انا عندي شركة وانت عندك شركة وكل واحد فينا عنده شركة، مين هيشتغل؟ مين هيشتري؟ هيتوظف؟ انا شركتي دي في الاخر هي هتعمل حاجة من اتنين، يا اما هتعمل منتج يا اما هتعمل خدمة، ما انا هقدم في الاخر خالص حاجة من الاتنين دول. فمين اللي هيستفيد بالخدمة دي او بالمنتج ده لو احنا كلنا عندنا شركة؟ انا لو عندي شركة هعمل كل الخدمات والسيرفيسز اللي انا عايزها ليا انا، فخلاص بقى مش محتاجين ان احنا كل واحد فينا يبقى عنده شركة. مستحيل ان هي تمشي كده، ربنا ما خلقش الدنيا كلنا رجال اعمال يعني او كده. كويس ان انا يبقى عندي امل باصص لقدام، نفسي يبقى عندي شركة او ممكن نفسي يبقى عندي مشروعي، يس طبعا، بس مش عارف اوصل مثلا. هل ده
يخليني خلاص بقى افقد الامل. هي انا عمري ما هوصل، الدنيا بايظه. هو ان انا اوصل اصلا مش دي مش ده الهدف. مش ده الهدف، انا ماشي. صح. اوصل بقى ما اوصلش مش مشكله، بس يعني هو الامل موجود. انا ممكن من طريقي ده الاقي حاجه تانية اصلا عمري ما كنت اتوقع ان انا هروح الحته دي. ويعني ممكن اخد نفسي كمثال. يعني هو انا مش شاطر في اي حاجه، هو كله من عند ربنا كده كده يعني. بس اهو انا من بعد الجيش ربنا فتح لي شغل بسبب ان انا كنت بشتغل في الجيش حاجات معينه عمري ما كنت اتخيل. جزء من الرحله وانا ماشي قلت تمام انا كده كده موجود، فبشتغل جالي حاجه تانية بسبب ده، راح جاي لي حاجه تانية. فهي كده من عند ربنا. انا ما عملتش اي حاجه يعني. انا ما روحتش للحته دي، انا ما خبطتش على الباب، انا لقيت الباب، حد فتح الباب وبينده عليا اجي. طب ما اعرفش بقى انا ممكن كنت اروح اخبط على الباب، مستحيل كان حد يفتح لي. فهي كده، هي انا وانا مش رايح للهدف ان انا يبقى عندي شركه، لا انا لقيتها حصلت كده. يعني انا كنت لما بضرب مثال بالناس دي ما كانش قصدي ان لازم كلنا نبقى رواد اعمال، عشان ده مش منطقي. انا فاهم، بس هو ان الفكره ان انت في ايدك حاجه تعرف تعملها، اعملها. في الحاجه دي هتعمل حاجه بتاعتك، هتعمل حاجه عند حد. يعني انت المثال اللي ذكرته بس انت ما فصلتوش، تواضعا انا هفصله. الحكايه بتاعت الجيش دي مثلا، انت كنت موجود في مكان بتشتغل فيه على الكمبيوتر، فبدات انك انت تحول الموضوع من ورق لداشبوردز واكسل ومش عارف ايه، وبدات تديجيتالايز، مش عارف دي تبقى بالعربي ايه يعني، بس تحول الحاجات كلها تبقى على الكمبيوتر بدل ما هي ورقه وقلم وكده. فابتدى المكان يتحسن. حتى من ضمن الحاجات انك قعدت تزن على الضابط لغايه ما غير السراير مثلا اللي في العنبر اللي انت كنت فيه، عشان السراير كانت فيها مشاكل وما كانتش يعني جودتها كويسه وكانت مليانه حاجات غريبه. فغير العنبر كله ودهن المكان وعمل سراير جديده تقريبا ميتال او حاجه ما بيطلعش فيها البق والحاجات الغريبه دي. فالحاجات اللي انت سعيد فيها دي، انت سعيد فيها وقتها، مش شايف اي حاجه قدام، انت شايف دي وحشه، انا ينفع اغيرها، ممكن مش 100% بس ينفع اقعد ازن. فهروح ازن على الراجل عشان الراجل بيثق فيا شويه بسبب شغلي معاه في الكمبيوتر. فقعدت تزن لغايه ما حصلت. ف هقول هنا الحديث بتاع فسيلة وارجع اطبق عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث بيقول ايه، وده بيتهيألي يعني حديث بيدفع لقمه الامل يعني. فبيقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طب هو الراجل اللي هيغرس النخلة الصغيرة دي والقيامة قامت، هيشوف منها نتيجة إيه؟ مش هيشوف حاجة ولا أي حاجة. هو كل اللي يعرفه في الدنيا إنه في إيده حاجة ويقدر يغرسها في الأرض، فهيحطها والقيامة تقوم بعد كده تمام. فده يعني إيه، بنقدر نقول ان حتى لو انت ما كانش ده في بالك ساعتها يعني، بس اللي انت عملته ساعتها تطبيق للفكره دي والامر ده. انا هزرع اللي في ايدي ده. فايا كان بقى اللي في ايدك ده، انت في شركه بتاعت حد تاني، انت في شركتك، انت مش في شركه اصلا وماشي في الشارع، انت مجند في الجيش، انت بتعمل ايه؟ ازرع اللي في ايدك وبس. صح، اعمل اللي عليك، اعمل كل اللي تقدر عليه، مش اللي عليك بس. يعني لو انت مطلوب منك حاجات اعملها، وشوف انت تقدر تزود ايه تزوده. صح، عشان تقدر، مش عشان مش عشان تقدير يجي لك من حد، مش عشان انت مستني فلوس زياده، مش عشان اي حاجه، بس عشان انا اعرف اعمل دي هعملها وبس. شوف بقى انت يعني ربنا هيكافئك ازاي بعد كده من اماكن عمرك ما تتخيل. فمثلا اللي انت قلته على مثال الجيش ده فتح لك بعد كده ان انت بعد حتى ما خرجت الضابط كلمك وجاب لك فرصه للشغل، ده اللي انت كنت تقصد عليه. فهو ايه اللي يخليه يكلمك يجيب لك فرصه للشغل بعد ما انت مشيت وسبته يعني؟ حاجه غريبه يعني. انا مثلا ما سمعت في الناس اللي اعرفهم دخلوا الجيش كلهم، ما سمعتش في حد فيهم خرج وبعد كده حد من الجيش رجع يكلمه تاني على اي حاجه كويسه يعني او وحشه، ما حدش كلمه تاني خالص. فجات لك كده الراجل فتح الباب ونده عليك وانت ما كنتش اصلا لا باصص للباب ولا بتدور على الباب ولا شايف الباب اساسا. صح، عمري ما كنت هلاقيه فعلا. فالامل باختصار موجود بشكل كبير جدا، بس احنا محتاجين نبص عليه. مش محتاج ان انا
هو كده كده الوحش موجود، فانا لو فضلت ابص على الوحش مش هشوف غيره اصلا، لان هو كتير والحلو كتير برضو. بس الحلو احنا متعودين عليه، الوحش هو اللي ممكن يبقى بيزيد، فمع زيادته انا عمال هو لافت نظري اكتر. بس هو الحلو كده كده يعني موجود وموجود، ممكن يبقى اكتر كمان من او اكيد اكتر من الوحش. فمحتاج ان انا بس ابص للموضوع من الناحية التانية. احنا محتاجين يعني زي ما تقول كده ايه، ضبط للمعايير او الميزان بتاعنا مختل، عايزين نرجعه تاني يبقى مظبوط وبيوزن صح. يعني ما عنديش برضو طريقة كاملة للزاي، بس احنا قلنا لحد دلوقتي ايه؟ قلنا اليقين بالله والايمان ان هو موجود وننسى ان احنا نحسب. قلنا ان احنا نبص على الحاجات الكويسة بالاجبار، يعني نجبر نفسنا نبص عليها، ممكن نكتبهم حتى. ده كان الاكسرسايز كنا بنعمله مثلا في كل تريننج كلاس صح. قبل كده اول اليوم يلا يا جماعه هنكتب 10 حاجات احنا بنشكر ربنا عليهم النهارده او ممتنين لوجودهم في حياتنا النهارده. وفي ناس من 5-6 سنين بدأنا الاكسرسايز ده لحد النهارده بيكتبوا على الفيسبوك حاجات زي كده، وبيبقى الموضوع اثره مكمل معاهم يعني. قلنا ايه تاني؟ مش شرط بس ان انا اللي بوري نفسي الحلو ده، انا عايز اوري واحد واقف جنبي الحلو، ان احنا كلنا في نفس المركب. فاللي هو شايف الوحش هيفضل يدوس عليه، هنغرق هنغرق كلنا، احنا كلنا في نفس المركب. فمحتاج اخليه يبص معايا من نفس الحتة اللي انا بص عليها. نزق بعض، صحبة خير، صحبة تعين على الامل. ايه تاني كده؟ قلنا 3 حاجات. ازرع الفسيلة، اعمل عليك، اعمل كل اللي تقدر عليه. اعمل كل اللي تقدر عشان عليه. عجبتني قوي دي، مش اعمل اللي عليك، اعمل كل اللي تقدر عليه في المكان اللي انت فيه. ادي 4 حاجات اهو عمليين ممكن نعملهم دلوقتي حالا. يعني لو ما فيش امل ما كناش مثلا عملنا البودكاست ده. احنا خلي بالك، احنا واقفين في مكاننا، احنا مش شايفين احنا راميين السنارة ومش شايفين السنارة دي هتطلع ايه. بس مش فاهم. ايوه انا جاي لك اهو. ماشي اوكي. يعني احنا بنعمل اللي علينا، واحنا يعني احنا زي اللي بيصطاد بالظبط. انت واقف مكانك بتعمل حاجة، انت مش عارف الحاجة دي نتيجتها ايه، وما تعرفش العائد منها عليك ايه ولا العائد منها على الناس ايه، بس بتعمل اللي عليك، بتعمل حاجة انت كنت عايز تعملها. فانت رميت السنارة، تعرفش اي حاجة، ممكن السنارة تطلع فاضية ان شاء الله مش تطلع فاضية، ممكن تطلع حتى من غير الطعم، يبقى انت خسرت وممكن تطلع كسبان، ما تعرفش. مش مشكلة النتيجة خالص. انت تقصد البودكاست بالسنارة والحاجات دي قصدك كده؟ قصدي على كل حاجة. هي الموضوع كله في اي حاجة هو عامل زي ان انت بتصطاد. انا لما بروح اصطاد برمي السنارة، وممكن يعني انا كان في فترة في حياتي كده كنت بحب الصيد جدا، عمري ما جبت حاجة يعني كنت بجيب سمك صغير كده، كنا عشان احنا بنصطاد في النيل. يعني مرة جربنا رحنا اصطادنا في اسكندرية وبتاع، وعادي في ناس بتصطاد يعني بيطلع حاجات، بس هو الفكرة مش هنا ان انا اطلع حاجة خالص، ولا فكرة الصيد نفسها انا كنت بعمل ايه. هي الفكرة هي شبه الموضوع ده، انا رامي السنارة، عملت اللي عليا وبصبر، معرفش النتيجة بتاعت الصبر ده او المجهود اللي انا عامله ده ايه، ومش فارقة بقى هوصل ما وصلش، حاجة هتطلع مفيش خالص، حاجة صغيرة حاجة كبيرة جدا، عادي مش فارقة. ازرع الفسيلة وسيبها، ارمي السنارة ورزقك على الله. بالظبط كده. شكرا يا خلود. شكرا يا شاذليكو، أسعدتني رؤياك كالعادة. وأنا أيضا. نشوفك الحلقة الجاية. إلى اللقاء. تيست. الو 1 تيست. شفت ايه ده صوت؟ وانا صوتي بيطلع عندي وعندك؟ اكيد. تيست. لا تمام ماشي، يلا بينا. انا وطيت الجنسنا وربنا يستر.